السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم أميرة في المطبخ. النهاردة أول حاجة عايزين نعملها إن احنا ندعي لإخواتنا الفلسطينيين إن ربنا يصبرهم ويرفع عنهم البلاء يا رب، فك كربهم يا رب، اللهم آمين. وارحم إخواتنا الشهداء ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويصبر أهاليهم يا رب، اللهم آمين. النهاردة أنا هعمل معاكم حاجة زي تشيز كيك كده. هو بسكوت انا طحناه وطحناه في الكبة وحط عليه، هنا جايبة معلقتين زبدة، مسيحاهم على البوتاجاز. ومش شرط اي بسكوت، اي بسكوت بس يكون سادة، اي نوع بسكوت متوفر عندك بس يكون بسكوت سادة. هنا انا فضيته في المحضر وهطحنه كده. وهطحنه. انتوا عارفين ان الطريقة دي ممكن تعملوا بيها مشروع هيكسبكوا جامد. اي مشروع حلويات يكسب جامد على فكرة، بس يكون يعني انتي يعني عامله له كده، كل حسب كل حاجة له بال زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المحضر عندي لازم اقفله كويس لانه ما بيشتغلش غير لما الغطا بيقفل كويس. هنا انا بطحنه في المحضر، في اي حاجه ممكن تطحنيه في كبه، تطحنيه في خلاط، في محضر، اي حاجه موجوده عندك هتنفع، ينفع يطحن في الخلاط عادي اللي بنستعمله لعصر الطماطم والعصاير وكده. هنا اهو انا طحنته. آم، بوريهولك اهو، عامل زي الرمل بعد ما بيتطحن وتحط عليه الزبده. هنا اهو انا بفضيه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، لا تتجرح ولا حاجة، لان السكينة بتاعة المحضر بتبقى حامية جدا. وربنا يسترها، احنا يعني اللي يهمنا ان ربنا يسترها معانا يا رب، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين. وهجيب عندي كوبايتين لبن، دول كوبايتين لبن انا فضيتهم. وعندي عبوة كريم كراميل، هفتحها بردك واحطها على اللبن. انا حطيت كوبايه وحطيت كوبايه تانية. هنا كريم كراميل، اي نوع كريم كراميل عندك حطيه، فضيه وقلبيه في اللبن. هيت بعد ما بتفضيه وتحطيه على اللبن وتقلبيه كويس جدا. بترفعيه على البوتاجاز على نار، شرط ان هي ما تكونش نار عاليه او نار متوسطه، نار هاديه. هنا انا بقلبه قبل ما ارفعه على النار، لازم ادوبه حلو قبل ما احطه. هنا اهو انا قلبته بالشكل ده وهرفعه على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين انا قلبته وحطيته على البوتاجاز، وهفضل اقلب عشان ما يكلكعش معايا زي ما حضراتكم شايفين. هنا انا جبت طاسه قديمه، اي طاسه قديمه، اي حله قديمه عندك. انا حطيت فيها كوبايه سكر، حطيت السكر على النار. اول ما قرب ان هو يتكرمل انا قلبته بالمعلقه ولونه غير. اول ما يقرب ان هو يتكرمل ولونه يغير افضلي قلبي وكده لغايه ما يسيح. زي ما انتم شايفين بالمنظر ده انا عماله اقلب بسرعه. هنا ابتدى ان هو يسيح معايا. وبعد ما ساح السكر انا جايبه معلقتين من الزبده او معلقه، حطيتها على السكر بعد ما اتكرمل زي ما انتوا شايفين. وتحسين ان هو بقى زي الصوص الميه كده، تقيل معايا. هنا ساح معايا السكر بقى عامل زي الميه او صوص تقيل كده سايح. هنا بقى جايبه معلقتين من الزبده احطهم عليه
زي ما انتوا شايفين سايح معايا. هحط معلقتين من الزبدة وهقلبهم عليه كويس. اول ما الزبدة برضك ان هي تبتدي تسيح بهدي النار عليها. اول ما السكر بيسيح وكده بهدي النار عليه واحط عليه الزبدة. هنا جايبة كوباية من النشا مية وعليها معلقتين نشا ومقلباهم حلو. هنا نزلت على السكر اللي هو اللي حاطه والزبدة اللي انا عاملاهم وكده، وقلبتهم لغاية ما تقلوا معايا. طبعا النشا ما بحطها على المية بتخليه يتقل معايا زي ما انتوا شايفين اهو. هنا الكريم كراميل بعد ما خلص والبسكوت. لو انا مثلا هعمل مشروع هجيب العلب الصغيرة دي اللي انا قصدي عليها، زي ما حضراتكم شايفين بتتباع عند اي مستلزمات حلويات. هنا انا بحط صوص كراميل في العلبة من تحت طبقة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. طبعا لو انا مش هعمل مشروع هجيب اطباق عادية، اي بولات عندك صغيرة وكده وهتعملي فيها عادي يعني. انما مثلا لو انتي مثلا تعبانة من كتر الشغل هتعملي مشروع كده تستعملي العلب دي. ممكن نفرح الأطفال ونحط لهم بردك لو في أعياد ميلاد أي مناسبة كده يعني. ممكن نعمل أطباق من دي كده ونحطها لهم ونفرحهم بيها، يبقى كل طفل ياخد علبته. هنا أنا حطيت طبقة في الأرضية تحت من صوص الكراميل وعليها طبقة بسكوت زي ما انتوا شايفين. وبعد ما حطيت طبقة البسكوت حطيت الكراميل وفردته زي ما انتوا شايفين. وهنا انا حطيت صوص الكراميل على الوش زي ما انتوا شايفين. هنا طبعا انا فضيت عملت كله. دي كمية الاطباق اللي انا عملتها يعني. التلاتة باكو بسكوت السادة وباكل كريم كراميل وكوباية السكر. عملوا لي 13 طبق 13 طبق بسكوت بالكريم كراميل. طبعا